الراوي: في أرض الرافدين العظيمة بدأت الحكاية. ديالى: جدي، لماذا سميتموني بهذا الاسم الجميل؟ الجد: اسمك يا صغيرتي يعود لنهر خالد. ديالى: هل تقصد نهر ديالى الذي يسقي البساتين؟ الجد: نعم يا ابنتي، فهو شريان الحياة والجمال. ديالى: وماذا يعني هذا الاسم في اللغة القديمة؟ الجد: قيل إنه يعني النهر الذي يتدفق بقوة. ديالى: أشعر بالفخر لأنني أحمل اسم هذا النهر. النخلة: أهلا بك يا ابنة النهر الصافية. ديالى: أيتها النخلة، هل تعرفين سر اسمي أيضا؟ النخلة: اسمك يعني العطاء والكرم بلا حدود. ديالى: وكيف يمكنني أن أكون كريمة مثل النهر؟ النخلة: بالعلم والأخلاق ومساعدة كل الناس. العصفور: زقزقة عصافيرنا تشبه حروف اسمك. ديالى: حروف اسمي تبدو لي مثل نغمة موسيقية. الجد: الدال هي الدوام على فعل الخير دائما. الجد: والياء هي اليقين بأن القادم سيكون أجمل. الجد: والألف هي الأمل الذي ينير دربك الصعب. الجد: واللام هي اللين والمحبة في قلوبنا. الجد: والألف الأخيرة هي السمو نحو المعالي. ديالى: يا له من تفسير رائع ومذهل يا جدي. الراوي: كبرت ديالى وهي تحمل صفات اسمها. ديالى: سأكون قوية مثل جريان النهر في الشتاء. ديالى: وسأكون هادئة مثل ضفاف النهر في الصيف. الشمس: بنور اسمك تشرق الشمس على الوديان. ديالى: أنا أحب وطني الذي منحني هذا الهوية. الراوي: ديالى صارت رمزا للجمال في قريتها. ديالى: الاسم ليس مجرد حروف، بل هو رسالة. الجد: حافظي على اسمك نظيفا بأفعالك الطيبة. ديالى: سأجعل كل من يناديني يبتسم من قلبه. الراوي: وهكذا تعلمت ديالى قيمة اسمها العريق. ديالى: شكرا لكل من اختار لي هذا الاسم. الراوي: كونوا فخورين بأسمائكم فهي جزء منكم. ديالى: شاركونا في التعليقات ما هي معاني أسمائكم. ديالى: ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا لكل جديد. الراوي: نراكم في قصة اسم جديد ومغامرة أخرى. ديالى: وداعا يا أصدقاء الجمال والوفاء دائما.